تاريخ البشر هو حمام دم كبير. من واحنا صغيرين وبيعلمونا ننافس بعضنا. البداية كانت في المدرسة، مين الأذكى ومين الأجمل ومين الأشطر. الحياة بقت عبارة عن تجربة أداء مستمرة، لازم تكون أقوى وأسرع طول الوقت، دايما محطوط تحت ضغط، كل حاجة بقت صراع ما بينتهيش. العالم بقى حلبة مصارعة، الأقوى بيستمر وهي دي قواعد التطور. فلو كان البقاء للأقوى فعلا، فليه في مخلوق زي الطاووس؟ ايه هو مفهوم العدالة؟ وهل ممكن كل واحد ينفذ القانون بطريقته مادام كده هيقدر يحقق العدل؟ هل كيرا نفذ العدالة فعلا لما قضى على كل المجرمين؟ هل جاك غرضه العدالة فعلا ولا هدفه الأساسي الفن؟ هل حسين الزهار ومن بعده طه ابنه نفذوا العدالة لما قضوا على بعض الفسد اللي القانون بيحميهم؟ فيلم تراب الماس بيحكي عن حياة طه الزهار، الشاب المسالم واللي في حاله طول الوقت، وبيشتغل صيدلي في صيدلية في المنطقة، وحياته مستقرة وروتينية في نفس الوقت، ودايما كل أولوياته هو إنه ياخد باله من والده القعيد حسين الزهار ويرعاه. ولكن في يوم من الأيام بيرجع بيلاقي والده ميت وواقع على الأرض، وحد بيجي من وراه ويخبطه فبيغمى عليه. بنشوف التحول المفاجئ اللي بيحصل لشخصية طه بعد مقتل أبوه، فبيلجأ للقانون عشان ياخد حق أبوه، ولكن بيفقد الأمل ناحية القانون، فبيقرر يلجأ لتحقيق العدالة بس بطريقته، وده بعد ما اكتشف طريقة أبوه في تحقيق العدالة من قبله، وما كانش قدامه حل غير كده، عن طريق تراب الماس. سمعنا قبل كده عن الماس، لكن عمرنا ما سمعنا عن تراب الماس. تراب الماس بيعتبر واحد من أشد السموم فتكا وسمية، وده بيرجع لخصائصه الفريدة من نوعها. التراب ده ملوش طعم ولا لون ولا ريحة. الحبة الواحدة من تراب الماس بتتميز بحواف حادة بتخليها عاملة زي السكاكين، ولما بتدخل الجسم ما هو إلا شوية وقت والضحية بتموت. شخصية حسين الزهار كمان شخصية غريبة جدا. الانتقام عنده مش دافع شخصي، لكن هو ناقم على الحياة كلها، وبقى كاره للمجتمع كله بعد ما لقى نفسه ضحية لحاجات ملوش ذنب فيها، زي انه اصبح مشلول بسبب خطأ طبي من الدكتور اللي عمل له العملية ومعرفش ياخد حقه. في ظروف استفزت فيها الشر ايام طفولته، لما حكى لابوه انه كسر ازاز الشباك وامه غضبت عليه برغم انه اعتذر منها. ابوه حاول يرسخ في ذهنه فكرة الجزاء والعقاب، وان اي حاجة غلط نعملها لازم ندفع ثمنها حتى لو تأسفنا. وحكى له حكاية قصيرة عن جمال عبد الناصر، المثل الأعلى وقتها، بيأكد فيها إنه كان رمز ما بيسيبش حقه لو غلط حد فيه أو بلده، وكأنه بيبني لنفسه شرعية فكرة العقاب الفردي لما قتل عمليته اليهودي لما اكتشف خيانته للبلد. بتستمر حالات قتل الزهار للفاسدين اللي بيحاكمهم بمحكمته الخاصة وصولا لمحروس برجاس. بيدفع طه ابن حسين الزهار من غير اختيار ووعي منه قتل السرفيس اللي جاله بيته وبيهدده وكان على وشك إنه يموته. بعدها بيقتل وهو متعمد يقتل الضابط وليد سلطان بعد ما عرف انه هو السبب الحقيقي وراء قتل ابوه. في النهاية مات حسين الزهار، وده المصير الطبيعي للقاتل. حسين الزهار خطط للقتل وقتل متعمد وعن قناعة، فعشان كده مات واتنسى زي ما قالت سارة لطه. نهاية طه كانت افضل شوية، فهو قرر يعيش بسلام مع البنت اللي حبها، لكنه ساب الباب موارب، فهو ما تخلصش من تراب الماس. هل العالم المثالي هو اللي بتسيب فيه الأفراد أحرار يعملوا اللي بيملي عليه ضميرهم، ولو انحرفوا عن الصواب هنا القانون يتدخل؟ ولكن تدخل القانون بيتم عن طريق عمليات في بعض الأوقات بتكون عقيمة، ممكن تعاقبهم أو ما تعاقبهمش ويفلتوا. أم هل العالم المثالي هو اللي بيحكم أفراده بخوف من العقاب، بيقيد إرادتهم وبيخلي من القانون شيء ثانوي عديم الفايدة؟ في سؤال كبير بيواجهني الحقيقة، احنا ليه مش بنشترك في القناة؟ مع إنه شيء سهل جدا، ممكن تشترك وممكن تفعل الجرس وتدوس لايك كمان، ده بيساعدني ان انا اكمل. كيرا معاه مذكرة لو كتب فيها اسم اي حد في خلال ثواني بيموت بسكتة قلبية. فلسفة لايت ارتكزت في استخدام المذكرة في قتل جميع المجرمين والاشرار عشان يخلي العالم مكان مثالي زي ما هو فاكر وبيسود الخير، لكن ما اخدش باله انه هيكون هو المجرم الوحيد في العالم بعد ما يخلص على كل المجرمين، حتى انه قتل كتير من الابرياء وبرر ده بانهم مجرد تضحيات عشان يخلي العالم مكان افضل. كيرا قتل الاشرار فعلا وخلى العالم مكان افضل، ولكن معضلته الوحيدة هي الغرور، وده اللي مش بتخليه مميز. هو بيقتل كل شخص بدون ما يسأل نفسه يوم، هل كل اللي قتلتهم يستحق فرصة تانية؟ هل السجن كان كافي ليهم عشان يكونوا أخيار؟ أم إن العالم بالفعل عايز واحد زي كيرا عشان يكون مكان أفضل؟ ليه ما نقدرش نعتبر إن كيرا بيجسد العدالة هو وطه وحسين الزهار؟ لأن الخير والشر مقياسهم مش بإيدينا إحنا، والفكرة هنا إن كيرا بشري خلى نفسه بمقام الإله، وخلى مفهوم العدالة مقتصر بس على مفهومه الشخصي، بحيث بيحاسب الناس على أخطائهم اللي ممكن صاحبها ما يستحقش الموت أو حتى العقاب. لو بصينا للتاريخ البشري ممكن نخرج بنتيجة واحدة، وهي تاريخ من الشر والعذاب والألم.
ولكن ايه اللي بيدفع الانسان عشان يرتكب الشرور دي؟ هل الانسان شرير بطبعه او انه بيسعى للخير بس، او هو الاتنين مع بعض؟ افلاطون كان بيقول ان محدش فينا بيختار الشر، بل الشر بينشأ من الجهل وتصورنا الخاطئ عن اللي احنا عايزينه فعلا. الفضيلة بتكمن في المعرفة الحقيقية واللي بتكون مبنية بس على الخير، واللي ما يعرفوش حاجة عن الشر ما بيسعوش له، لكن بيعملوا اللي يبان ليهم انه خير حتى ولو كان ده هو الشر فعلا. ومفيش شر قائم بذاته، وانما هو غياب الخير. دوافع كيرا هي الكمال المطلق، الرغبة الدفينة لكل واحد منا. كيرا ما بيقتلش كله، بل بيقتل المجرمين، بيحاول تطهير العالم من الفساد والظلم. اعتقاده ان الكسندر دوما كان غلطان. هل فعلا الكل للواحد والواحد للكل زي ما قال، ولا الكل لواحد لخدمة هدف أسمى، لخدمة حاكم جديد لعالم مثالي؟ أما بقى دوافع جاك في فيلم المنزل الذي بناه جاك هي الفن. جاك بيقتل عشان الفن، ولو احنا فاكرين ان كل اللي بيعمله ده جريمة فهو بيعتبره فن خاص، انحياز لكل ما هو مظلم ومخيف وخارج عن السيطرة، وولع بكل ما هو حطام او مدمر. لوحة لبيكاسو والكل شايف قد ايه هي جميلة، ولكنهم ما بيشوفوش الألم والحزن المتمثل في اللون المخيم عليها الأزرق، الجانب المؤلم من حياة بيكاسو. الجميع يرى ما يريد أن يراه. لو سألنا جاك عن مفهومه للعدالة هيرد ويقول الفن محتاج لتضحيات، وطالما وصلنا لمفهوم العدالة، تعرف ويليام بليك صاحب قصيدة النمر والحمل؟ أعرفه. بيسأل خلال بليك ازاي اللي خالق واحد يصور كل الجمال والرعب ده مع بعض. خلق النمر مجاز لكل ما هو متوحش وبري وخارج عن السيطرة، والحمل مجاز لكل ما هو بريء. كلاهما مثالي وضروري، ولكن ليه الاختلاف؟ وكمان بندعو البشر انهم ينكروا النمر جواهم وان يكونوا حملانا، ففين العدالة من البداية؟ ماشي. ولو سألنا كيرا عن مفهومه للعدالة هيرد ويقول العدالة هي أن تشعر الضحية بالأمان الفعلي، والأمان الفعلي مش هيحصل بوجود المجرم في السجن، ممكن يخرج ويأذي ضحية تانية أو يهرب مثلا. الإبادة هي الشيء الوحيد اللي هتخلي الضحية يشعر بالأمان ده مدى الحياة. بسعى لتحقيق حلم أفلاطون في بناء مدينته الفاضلة الخالية من كل الأخطاء، ولكن مش هيحكمها الفلاسفة، بل سأحكمها أنا. فهمت. فلسفتكم ما بتحكمش الشر والقتل باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الطبيعة، فالموت والدمار ساكنين الطبيعة منذ الأزل. فازاي الطبيعة هتغضب لو شافت إنسان بيضاعف عملها وبيقوم باللي بتقوم بيه هي كل يوم؟ ولكن في سؤال نفسي أسأله من البداية. كل واحد فيكم رسم لوحته بطريقته الخاصة، ولكن هل قدر حد منكم ينهيها؟